السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت قفلت الريسيفر من بالليل والريسيفر كان شغال معاك وكل حاجة وزي الفل. جيت تشغله الصبح لقيته عامل كده، يعني جايب لمبة حمراء مش جايب ارقام زي كده. طب العيب من ايه؟ هقول لك انا المشكلة فين. المشكلة هتبقى هنا، يعني الترانس ده اللي هو محطوط في الكهرباء ده واحد، ده جديد وشغال وده قديم وبايظ. يعني ده اللي هو ايه اللي شغال هنا، والجديد ده اللي هو شغال هنا. المشكلة بقى في إيه؟ المشكلة ان انت بتسيب الادوبتور ده في الكهرباء، ما بتشيلش الفيشة منه، فده بيبوظ منك بسرعة. هو المفروض يا اما هتطفي من الريموت، من ريموت الريسيفر، يا اما تشيل الادوبتور ده من الحيطة او تفصل المشترك لو انت شغال على مشترك. فانت دلوقتي انت عندك الريسيفر عامل كده، الشاشة الرقمية بتاعت الريسيفر عاملة كده. انت عايز تعرف العيب في ايه؟ هل العيب في الترانس ولا العيب في الريسيفر نفسه؟ انت كده هتحتاج ترانس تاني، يعني لو هتحتاج تجرب بترانس تاني عشان تعرف تحدد العيب فين. لازم تجرب بترانس تاني. يعني لو عندك راوتر نت في البيت، بس اهم حاجة تتأكد ان الراوتر اللي عندك 12 فولت، بيبقى اي ترانس مكتوب عليه الفولت بتاعه، سواء 12 فولت او 5 فولت بيبقى مكتوب عليه الفولت. يعني انت لو جبت الترانس بتاعك كده اهو، الترانس، وعملت زوم كده قربت، هتلاقي ادي 12 فولت. خد بالك من النقطة دي. هتجيب الترانس اللي زي ده او الادوبتور اللي زي ده بتاع الراوتر، وهتعمل زوم عليه كده عشان تشوف، تتأكد ان هو 12 فولت. لان خلي بالك، لان في اجهزة تانية بتبقى اقل. يعني ده تي في بوكس، خد بالك هتيجي تبص هتلاقي مكتوب ايه، 5 فولت، وفي 3، وفي 20 فولت. لا، احنا الريسيفرات دي بتشتغل بايه؟ ب 12 فولت. يبقى انت كده هتجرب بترانس 12 فولت، هتلاقيه اشتغل معاك. واوقات بيبقى عيب في الريسيفر نفسه، ويبقى في عيب في الريسيفر يعمل لك لمبه حمراء. اهم حاجه ان انت تعرفه ان طالما جاب لك لمبه حمراء بس، يبقى كده في خطأ. كده في خطأ، طالما لمبه حمراء يبقى كده في خطأ. شوف العيب اللي عندك وحلو. لازم طالما الريسيفر جايب لمبة حمراء، حاول تحل الخطأ اللي عندك.